بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين اسود جالاكسي. الاسود جالاكسي يا جماعه غالي، محدش يعمله. الاسود جالاكسي بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، والغالي ثمنه فيه. وده رأيي، اذا كان حد عنده اي اشكاليه مع الاسود الجالاكسي يجي يقول لي وانا احلها له. بسيطه يعني، بسيطه اهي. بسم الله ما شاء الله. هنا انا صورت قبل ما افرغ، خليت التفريغ اخر حاجة. في اوقات بخليه في نص الشغل او في اول الشغل، لكن جه على بالي المرة دي احط التفريغ ايه في الاخر. بسم الله ما شاء الله، الشغل شارح نفسه. مفيش حاجة جديدة غير انه ده كده بمسح بقماشة، يعني مش عايز احلف يعني. دي صنفرة سكوتشات، شوف عاملين ازاي، عاملة ازاي. مرضيش اطلع برضه اصور الفيو. الفيو في منطقة ريفية كده جميلة، ارض الحبايب. أرض ومسقط رأس زوجتي الحبيبة الغالية. يعني مش عارف أوصفها أقول إيه. زوجتي الحبيبة، ربنا يبارك لنا فيها. هنا الأسود الجالاكسي الفصوص فضل تطلع تخش في الكاميرا. كان الشمس هي اللي عاملة الضي في الرخامة. أيوة، دي شمس طالعة من المطبخ فيه بلكونة. الشرح بقى علشان نكون يعني في احترافية شوية. اسود جالاكسي، فص لمعة فوق الوصف. الرخامة دي كانت 2 متر تقريبا و2. الحتة اللي وراها 140 ومية، دي 120، واللي هناك دي 140. والرفن اللي تحت نفس المقاسات بس أقل شوية في العرض والطول، عشان هيتقفل من تحت ألموتال. والباقي الحتة اللي في النص دي هتبقى فاضية ليه؟ كله يقول فاضية ليه؟ عشان دي هيبقى فيها البوتاجاز. والحتة اللي في اليمين هيبقى فيها التلاجة والديب فريزر ان شاء الله. ربنا يبارك للعريس الباشا محمد ناصر، من العائلة الكريمة ان شاء الله النسايبي. ربنا يبارك في عمره ويتم له على خير. المطبخ ده بسم الله ما شاء الله حاجة يعني تشرف. كده يبقى هو كده المطبخ ما فيهوش حاجة، فاضلش فيه الا بس شوية القلموتال اللي هتحطه. انا هنا بحاول امسح بقى شوية العفرة اللي كانوا موجودين، علشان برضو التصوير، وانا كله متعود ان انا ايه، بمسح بقماشة ناشفة وبس. بسم الله ما شاء الله، كنت راضي جدا عن الخامة. كان في فتحتين للغسالة، والحمد لله. قلنا هنحط الخراطيم بتاعت الغسالة من اليمين، مش هنفحر لها في الرخام. انا عملت فتحة بس للفلتر. هنا بقى اللمعة اللي شفتها من شوية اتعفرت. كنت قاصد جدا انها تتعفر عشان تشوفوا يعني كمية العفار بتطلع من الرخامة عاملة ازاي. وكل ميسر لما خلق له. وكمان ايه، ما يقلقنيش ابدا لما تبقى متعفرة، حتى دول كمان اتعفروا مفيش اي مشكلة خالص، لان ده جرانيت. والمعلومة اللي خافية عن معظم الناس، من افضل انواع الجرانيت اللي هي الاسود الجالاكسي، لان الحبيبات بتاعته دقيقة جدا. يكاد يكون حتى المية الوش بتاعه ما بيقبلهاش انها يشربها حتى. فالمية تقف على وش الجرانيت الاسود جالاكسي مفيش يعني احتمال ان هو حتى يشرب المية. مش مش حتى يتبل، لا. خامة بسم الله ما شاء الله. وهنا كنت فتحت الحلة وقلت ايه بقى، قلت يعني اخلي الحرف
اللي انا هلزق فيه الكله احط له تيب لزق، وانا شغال بعد ما اخلص اشيله عشان الشكل النهائي يبان. وحتى نزلت بيه شورتس ان انا ازاي تحط يعني البتاع ده، علشان لو انت عايز تتغلب على مشكلة التسريب عندك. وشلت وعملت الفيديو ده، الجزء ده اللي انا كنت عامله شورتس. الشاهد بقى في الكلام ان انا يعني عجبتني الفكرة، ان انا ما كنتش بعملها لان انا كنت بقول لنفسي انا محترف، فانا ايه اعملها بالمقشط عادي واحاول اظبط الكل. كانت بتعذبني وبتطلع شكلها حلو، بس المرة دي طلعت شكلها احلى بكتير قوي لما حطيت التيب اللزق يعني. اهي ده وقعدت برضو في الفيديو الصغير اللي هو الشورتس قلت ايه هبقى ابين الشغل بعد ما اشيل اللزق. اللمعة يعني شرحة نفسها. الحوض راكب من فوق، الشطف تقليدي تخانة وحاجز مية. اللمعة زي ما حضراتكم شايفين ممسوحة بقماشة. يعني حتى الشيخ سامح اللي كنت يعني حتى جيت مرة بهزر معاه بقول له احنا بعد كده هنسمي الجرانيت الاسود جالاكسي، مش اسود جالاكسي، اسود كامل جالاكسي، او اسود البرنس جالاكسي. لان انا كناية ان انا بروح اشتري خامة نضيفة يعني بفضل الله. انا بحاول اكون منصف، ولما باجي اتكلم بالطريقة اللي انتوا سامعيني بيها بكون يعني مازحا يعني. لكن انا بعيد الحمد لله كل البعد عن اي تكبر. الحمد لله يعني. ربنا يجعلنا من المتواضعين له. برضو بركز على ان الشغل تخانة او 45 مش هتفرق، لان الواحد بيخدم شغله صح. الكابولي من تحت اللي هو المثلث، وعلى الشمال للارض. وفي الحتة اللي في اليمين دي ان شاء الله تحط فيها غسالة. دي حطيت كلها في اللحام، ما كانتش باينة في الحقيقة، لكن الشغل النهائي في الاخر كان بسم الله ما شاء الله. كنت راضي عنه جدا. حاجة الواحد بيعملها لنفسه. وده منهجي على طول، ان انا لما بعمل شغلانة بكون لازم اكون انا اللي راضي عنها الاول. هنا اللي انا بشاور عليه اهو الكل عاملة ازاي ان شاء الله. يعني عجبتني جدا بصراحة، كلها كانت جميلة. عملت كل سمرة حطيت عليها اكسيد وخليتها بالمنظر الجميل ده. هنا ده الحرف بتاع الرخامة بالحاجز. الحاجز ده بعمله بالطلب، مش دايما بحبه، بس برضو بقول ان هو بيطغى على الشكل شوية. انا احب اعمل ضفيرة، احب اعمل شطف شكله حلو يعني. ارجو ان انا مكنش طولت، قول طول، بس الفيديو كان بيوضح ازاي الجرانيت الاسود توب. ده رأيي بصراحة. لغاية دلوقتي ما لقيتش فيه متانته وكفاءته في الشغل. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.